السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي النهاردة لكل أم مربية عندها بنوتة صغيرة. حابة أقولك شوية نصايح هتساعدك كتير في تربية بنوتك في الزمن اللي احنا فيه ده. أحب أقولك قبل أي شيء انتي في معادلة تربوية خطيرة بين انك تعلميها الحياة وفي نفس الوقت تعلميها الزينة والدلع والرقة والأنوثة. انك تطلعي بنوتة بتعرف تتزين بس في نفس الوقت عارفة تتزين فين وامتى، رقيقة ودلوعة بس بره بيتها بمية راجل ومش متساهلة تقدر تواجه العالم الخارجي بكل ثبات. الموضوع يبان من بره مش مهم قوي بس هو من الخطورة بمكان، ومن المواضيع المهمة من الدرجة الأولى. في زمن الفتن اللي احنا فيه ده لازم نشتغل على وعي أطفالنا بالشوكة والسكينة، ونبحث وندور ونكون حاطين عينينا في وسط راسنا، وطبعا كل ده بنعمل اللي علينا والله الحافظ. وادام بتربي بنوته يبقى لازم تكوني عارفه ان بنت يعني نظافه وانوثه ودلع وحياء وثقه وتواضع وحنان وقوه. ايوه هي تركيبه عجيبه بس ده لو حابه تربي صح وتطلعي بنوته مميزه وسويه. نصائح النهارده تتطبق بالقدوه مش بالبلا بلا، بمعنى ان لازم حضرتك تكوني بتعملي ده وبنوتك شايفاكي مش محاضرات وخلاص. رسالتنا بتنقسم لاربع محاور. المحور الاول هو النظافه الشخصيه، وهو موضوع حلقتنا النهارده. تعليم النظافه الشخصيه. هنبدا من شعر راسها لحد رجليها. اول حاجه لازم تعلميها الاعتناء بشعرها، وتعوديها تسرح شعرها اول لما تقوم من النوم. قولي لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. تشوفك انتي لما تقومي من النوم بتسرحي شعرك، وتغسل وشها زيك اول لما تقوم من النوم. لازم تعلميها تغير هدومها، لو في الشتاء ممكن يوم ويوم، ولو في الصيف مرتين في اليوم، والاستحمام كل يوم قبل ما تنام في الصيف طبعا، والتنشيف بعد الحمام ضروري سواء بمنديل او فوطة شخصية، والكلام ده من وهي صغيرة بالتعود. وتغير البنتي كل يوم. غسيل الأسنان على الأقل مرة الصبح ومرة قبل ما تنام. تشوفك بتحطي مزيل عرق وبرفان وحط لها. والملحوظة هنا عرفيها إننا بنحط عشان إحنا في البيت، أما وإحنا خارجين البنوتة ما ينفعش تحط برفان. وتعرفيها إن ده حرام، بابا بس عشان هو راجل. وحط لها كريم مرطب بعد المواعين لو هتغسل كنشاط معاكي في البيت. أضعف الإيمان زيت زيتون حتى. بتحطي ميك اب ان شاء الله كحل وروج قبل ما بابا يجي من الشغل وحط لها. وعرفيها برضو اننا لو طلعنا بره البيت هنمسحه. الملحوظه دي بتتقال للبنوته حتى لو عندها سنه ونص، وبنكررها عليها كل مره نحط فيها ميك اب او برفان. وتعملي لها بتمثيل: احي انا هغسل وشي بسرعه عشان نازله الشارع، عشان تحس بمدى خطوره الموضوع ويتزرع جواها اهميه الموضوع دوت وحرمانيته. اعملي لها اجواء بنات، خديها وقولي لباباها بعد اذنك ده وقت البنات، وقولي لها تعالي نعمل ماسكات ونغسل وشنا ونحط ميك اب ومناكير وتسريحات، واشتري لها اكسسوارات اطفال وطوق وعلميها تنسق مع الطقم اللي هتلبسه بابسط التكاليف. وبكده نكون وصلنا لنهايه رسالتنا النهارده. استنوا باقي رسائل انا عندي بنوته عشان نتكلم عن باقي المحاور. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.